أغلبنا عارف إن الحيوانات عندها قدرات أقوى بكتير من اللي عند البشر، زي حاسة الشم عند الكلاب أو سرعة الفهم مثلا. لكن هل في حيوانات عندها قدرات خارقة مش بس بالنسبة للإنسان لكن لباقي الحيوانات كمان؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك تعمل لايك وشير. زي ما احنا عارفين إلى أن البشرية ما بتشوفش في الضلمة، والبشر قعدوا سنين طويلة عشان يقدروا يخترعوا تقنية الرؤية الليلية. لكن أنا ممكن أفاجئك وأقول لك إن التقنية دي موجودة عند الأسود والنمور والقطط بكل أنواعها، وبيقدروا يشوفوا بوضوح في الضلمة بسبب نظام الرؤية الليلية اللي مخلوقين بيه. عشان كده أغلب عمليات صيد الأسود بتكون بالليل عشان يقدروا يستغلوا الميزة دي ويصطادوا بسهولة. والقطط بتقدر تشوف بالليل بسبب وجود مستقبلات ضوء كتير في عيونها، ده غير وجود طبقة عاكسة بتخليها تشوف كويس في الضلمة، والطبقة دي هي سبب لمعان عيون القطط بالليل. فلو انت مستغرب ازاي القط اللي انت مربيه بيتحرك بسهولة ويفضل رايح جاي في عز الضلمة، فانت دلوقتي عرفت الإجابة. أما الرؤية الحرارية بقى فدي تقنية متطورة جدا، لأنها بتخليك تشوف الشخص من خلال بصمته الحرارية، وكل كائن حي ليه بصمة حرارية ما بتتشافش بالعين المجردة. فمهما كانت الدنيا ضلمة زي الكحل، بصمتك الحرارية بتخليك متشاف زي الشمس في عز الظهر. والتقنية دي بتستخدمها الجيوش بشكل خاص عشان تقدر تكشف الأهداف المعادية بكل سهولة. والتقنية دي موجودة بشكل طبيعي عند التعابين، واللي عندها قدرة الرؤية الحرارية للمكان اللي حواليهم، وأحيانا بتكون سلاحهم الأهم أكتر من سم أنيابهم كمان. فالتعابين بتقدر تشوف الفريسة بكل سهولة مهما حاولت الفريسة تستخبى منها، لأنها ما بتقدرش تخفي بصمتها الحرارية. والصورة اللي قدامك دي بتبين الفرق بين الرؤية العادية والرؤية الحرارية لنفس المشهد. وبمجرد ما التعبان بيرصد فريسته وبيتجه ناحيتها، فالسم بتاعه بيخلي بقى المهمة سهلة. عشان كده لو شفت تعبان حواليك يفضل انك تجري وتبعد عنه تماما وما تحاولش تستخبى منه. لو فاكر ان اسلحة اسماك القرش الفتاكة هي بس اسنانه الحادة وحاسة شمه القوية، فحب اقولك ان عنده حاسة تالتة خارقة ومذهلة، وتعتبر من أكتر القدرات الخارقة اللي موجودة عند أي كائن حي. فسمك القرش عنده القدرة على الإحساس بالمجال الكهرومغناطيسي للوسط المحيط بيه، وتواجد أي فريسة في المجال الكهرومغناطيسي للوسط المحيط بسمكة القرش بيسبب فرق في الجهد الكهربي. فبتقدر سمكة القرش تحدد مكان الفريسة بمنتهى الدقة، ومهما حاولت تستخبى أو تروح لمكان ضلمة، فسمكة القرش بمنتهى السهولة بتحدد مكانها وتفترسها. وتقدر تقول إن فكرة عمل الرادار شبيهة شوية بالقدرة الخارقة دي عند سمك القرش. أما اختراع الكهرباء فكان واحد من أهم اختراعات البشرية، واللي حصل بعد مجهود ومحاولات كتيرة جدا. لكن سمك الإنقليس الرعاد سبق البشر في توليد الكهرباء بسنين طويلة بسبب القدرة الفائقة اللي ربنا اداها له. والإنقليس الرعاد بيقدر ينتج فرق جهد كهربي بيوصل لأكتر من 600 فولت، وممكن يوصل ل 850 فولت. وعشان تعرف قد ايه ده رقم كبير، فالكهرباء اللي في بيتك فرق جهدها 220 فولت بس. والكهرباء اللي بيولدها سمك الإنقليس الرعاد قادرة انها تصعق الانسان بشدة وممكن تتسبب في وفاته. وفي الفيديو ده تمساح جاله صعقة كهربية شديدة بعد ما حاول ياكل سمكة إنقليس رعاد. حلم المشي على المية هو الحلم اللي خلى الإنسان يخترع السفن من آلاف السنين. لكن سحلية باسيلسك عمرها ما احتاجت للسفينة، لأنها بتمشي بالفعل على المية، وده بفضل شكل رجليها المميز اللي بيمنعها من الغرق طول ما بتجري بسرعة معينة على المية. والقدرة الفائقة دي بتخليها تهرب بكل سهولة من أي مفترس بأنها تحدف نفسها المية وتجري بعيد عنه. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.